السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحد امتى الغير مهنيين هيفرضوا كلمتهم في البلد؟ يعني الشخص اللي حط الكلاب الهاسكي في كلاب الخاطرة لأنها ممكن تأذي الإنسان. أول حاجة، مفيش كلاب يأذي الإنسان حتى لو كان الكلب البلدي. الكلاب من أطيب المخلوقات اللي موجودة على الأرض، والفصيلة دي بالذات اللي انتوا شايفينها، فصيلة الهاسكي دي أقل فصيلة في الشراسة. لا بتتشرس ولا تنفع تتشرس، وملهاش أي علاقة بأي نوع من أنواع الشراسة، وامن فصائل اللي موجوده في البيت على الاطفال، وما لهاش اي دعوه. بص حضراتكم، احنا عندنا نموذج اهوت، الكلاب حتى عايشه من بعضها مع بعضها، الهاسك اهو 5 كلاب ما بيتخانقوش، يعني حتى نفسهم مع نفسهم ما بيتخانقوش. وفي طبيعه الكلاب انها ممكن تتخانق مع بعضها، حتى الكلاب اللي في الشارع. فاللي حط قانون يا ريت يدرسه او يجيب متخصص يدرسه، ويبتدي يشوف فصيله فصيله مع الفنيين مش مع البيطريين. مع احترامنا البيطريين، لازم نشوف متخصصين في سلوكيات الحيوان، بالذات الكلب، ونساله ايه ايه خطر الكلب على الانسان. بس يا ريت ما نجيبش من الناس اللي هي في السوشيال ميديا اللي بتهبط برضه. احنا نجيب متخصصين، عندنا متخصصين ودكاتره ومدربين على اعلى مستوى. فيا ريت اللي عمل الفيديو او اللي عمل القرار دوت يبعد عننا خالص، لانه هو غير معني بالقضيه وما عندوش اي فكره عن الكلاب. كمان الاعلاميه اللي بتقول لك الكلاب مش الكلاب، واللي انت رحت انجلترا، يا ما في انجلترا حيوانات بتمشي وممنوع الاقتراب والتصوير منها. اللي راح بلد يبقى عارف قانونها، واللي عايز يعمل برنامج يبقى يعمل له اعداد كويس عشان يطلع على الشعب ويتكلم كلام صحيح. كابتن عبد الكريم.